نقول لهم هاني صورت التصويره معناتها شديدة في مخي. الاسطول هذا لو كان بفتح ممر انساني لاخواتنا في غزه، كنا نحمل معنا فقط ادويه وحليب اطفال. انا كنت حتى في وسط الزنزانه نقول لهم نشوف في برشا صور برشا مشاهد تمنيت كان جيت نجم نصورهم. وصلت اني نقول لهم هكا بعيني بالعين باش نطلع المورال نتاع اللي معايا، نقول لهم هاني صورت التصويره معناتها شديدة في مخي. كثير من الصور في الذاكره، كثير من الصور القويه بالحق، وبرشا صمود كان في السجون، سجون الاحتلال. السجن اللي مشينا له احنا اللي هو سجن النقب في صحراء النقب، هو من اشد السجون قساوة ومعاملة فيه وحشية بكيفية كبيرة برشا. يقولون اللي فما أكثر من 10,000 سجين وأسير مروا على هذا السجن من إخواتنا في غزة. يعني أنا كيف باش نحكي على اللي صار فينا، ولا التعذيب ولا الضرب ولا التعذيب النفسي ولا التعذيب الجسدي، راهو ما يجي حد شيء قدام اللي صاير في إخواتنا ولا اللي مروا به هما. هذاك علاش نقول لكم رانا مش احنا الأبطال الحقيقيين، هما الأبطال الحقيقيين اللي موجودين على الأرض. الأطفال غزة اللي قاعدين يبادوا ويجوعوا كل يوم، نساء ورجال غزة اللي واقفين لغزة، وإن شاء الله في يوم من الأيام نوصلوا لهم ونوصلوا لرمال غزة. كما قلت قبيلة نعتذر من كل صديق وأخ وأخت وزميل وزميلة كانوا ينتظروننا على شواطئ غزة وعلى شواطئ خان يونس في كل يوم، يذهبون من شروق الشمس إلى غروبها في انتظار هذا الأسطول. وإحنا يمكن خيبنا آمالهم هذه المرة، حاجة أقوى منا صحيح، إلا أن سنعيد الكرة، سنعيدها مرات ومرات إلى أن نصل في يوم من الأيام إلى غزة وإلى شواطئها.